بسم الله الرحمن الرحيم. من روائع القصص لفضيلة الشيخ نبيل العوضي. والآن مع الشريط السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا وإياكم نتواصل في هذه السلسلة من قصص وعبر، وبعض منها ربما يعيش الإنسان مثله في هذه الحياة، وربما وهو يسمع قصة من القصص يتذكر فلانا أو فلانة، أو ربما يتذكر نفسه التي وقعت في بعض ما وقع فيه الآخرين، فربما يتذكر وربما يعتبر وربما يسترجع. فهذه القصص ليست من باب تقضية الأوقات أو قضاء وقت الفراغ، بل فيها من التربية، وفيها من إصلاح النفوس وتزكيتها، وفيها من وعظ القلوب، وفيها من زيادة الإيمان ما فيها. وربما قصة تؤثر في إنسان أكثر من كثير من الأحاديث والخطب، ورب قصة هدت إنسان وشرحت صدره للإيمان. قصة أمر الله عز وجل نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام أن يقصها على الناس. قصة من؟ قصة رجل من مدينة تسمى مدينة الجبارين، كان يعلم العلم العظيم من عند ربه جل وعلا، حتى يقال أنه كان يعلم اسم الله الأعظم، وكان الناس يستفتونه ويرجعون إليه، حتى ضعفت نفسه وغرته ورضي بهذه الحياة الدنيا، فتغير هذا العالم، بل يقال أنه كان من أعلم أهل زمانه في بلده. تغير حتى أحب الدنيا، وبدأ ينسلخ من علمه شيئا فشيئا، بدأ ينتكس. وهل العالم ينتكس؟ ربما. هذه قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذا رجل آتاه الله عز وجل العلم والآيات والحكمة والبصيرة، ولكنه مع هذا أحب الدنيا وتعلق بشهواتها، فأخذ يبيع دينه شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، ينسلخ ويغير جلده كما تغير الحية جلدها. أرأيتم الحية إذا أرادت أن تغير جلدها تنسلخ منه شيئا فشيئا بالتدريج حتى يتبدل لونها ويتغير جلدها. هذا الرجل هكذا بدأ يتغير. ويقال في بعض الكتب أنه شارك وألب الناس في حرب وقتال ضد نبي من الأنبياء. انظروا كيف انتكس، انظروا كيف ارتد، انظروا كيف كفر بالله عز وجل. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، حتى صار عالما من العلماء، أعطاه الله الآيات والعلم والبصيرة، لكن هل استفاد منها؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. بعد أن انسلخ من هذه الآيات وانسلخ من دينه، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، انسلخ منها فأتبعه الشيطان. شوفوا كأن الشيطان جالس. العالم يعني ما يستطيع الشيطان عليه كثير، لكن يتربص به وينتظره. أول ما ينسلخ وينتكس مثل أي إنسان يلتزم يهتدي، فترة تراه قد ضعف، قد انتكس، هجر المساجد، ترك القرآن، يتبعه الشيطان مباشرة. يعلم الشيطان بحاله، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، أي
لو ظل على هذا الدين، لو ظل على علمه ودينه، ولو ثبت على دين الله عز وجل لرفعه الله عز وجل، لرفعه الرب عز وجل، وصار له شأن بين الناس، صار داعية، صار مصلحا، صار إماما يقتدي الناس به. ولكن ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، لكنه فضل الأرض، لكنه فضل الدينار والدرهم، لكنه فضل المنصب والكرسي والجاه والسمعة والأموال والدينار والدراهم، فباع دينه وانتكس، وإذا به يقاتل حتى الأنبياء، وإذا به يعلن ردته أمام الناس، وإذا به يعلن كفره بالله عز وجل. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. تعرف ما مثل هذا الرجل؟ ما مثل هذا العالم الذي انتكس؟ ما مثل هذا المؤمن الذي كفر؟ تعرف ما مثله؟ يقول الرب: فمثله كمثل الكلب، حيوان نجس بل أنجس حيوان. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. إن تحمل عليه يلهث، شفت الكلب طول عمره يلهث، تعبان يلهث، مرتاح يلهث، تحمل عليه يلهث، ما تحمل عليه يلهث. هذا نفس الشيء، تعلم ولا ما تعلم؟ القلب مريض. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص. يا محمد قص عليهم هذه القصص، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. بل سمعنا عن كثير من الناس ممن كان يصلي الفجر في جماعة، ممن كان يوقظ جيرانه، اليوم هو لا يأتي إلى المسجد أبدا. سمعنا عن كثير من الدعاء ممن كان يدعو إلى الله عز وجل ويصلح الناس، اليوم يسمع الأذان فيولي هاربا. الله أكبر. سمعنا عن علماء يدعون الناس إلى التوحيد، إلى عبادة ربهم، وصل بهم الحال إلى أنهم أنكروا وجود الله عز وجل. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.